شفت اللي حصل في السويس النهارده؟ ما شفتش؟ تعال جالك النهارده من كفر العرب بحي ال40 محافظه السويس، من اجمل منطقه جوه الحاره. والنهارده اهل المنطقه اتجمعوا مع بعض وعملوا الجدريات اللي موجوده زي ما انت شايف كده، كل ده بالمجهودات الذاتيه علشان يخلوا المكان شكله جميل. كمل معايا الفيديو وهوريك جدريه جدريه. عندك عمو فؤاد رمضان يجمعنا، اشكر الله. هنخش على بكار، وعندك هنا الجدريه دي زي ما انت شايف كده، اصحى يا نايم واحد الدايم. ومين فينا ما ترباش على دروس الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ دلوقتي انا قاعد مع اهل الحاره وبدعوه جميله من كابتن زيزو، وطبعا والدته ربنا يخليها لنا. زي ما انتم شايفين كده احنا قاعدين النهارده في كفر العرب بعد ما بقى شكل جميل، وكل بيت مرسوم عليه جداريه بتتكلم عن قصه وعن حكايه. انا بشكرك جدا على اللي انت عملته، وعايزك تقول للناس كده يعني ايه الفكره دي كانت ازاي؟ والله الفكره اللي احنا عاوزين ننظف الشارع بتاعنا. احنا بقالنا فتره بننظف في شوارع السويس، واحنا قلنا ننظف الاولى بمكاننا بيتنا بيت امي طبعا، الذكريات الحلوه هنا. فاخدنا الفكره اللي احنا نعمل على الحيطان دي ذكريات رمضان، ذكريات زمان، اللي احنا عايشين على ذكريات زمان. احسن حاجه عملتوها. مبسوطه انت كده؟ يعني حاسك كده دلوقتي قاعده كانك قاعده في مكان راقي. ها؟ كده زي قاعدين في التوفيق كده. ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يحفظك. المهم بس تحافظوا على الموضوع ده، والموضوع ده يعني انا عايز اقول لكل السويس تغير من كفر العرب ويعملوا كل اللي بيحصل هنا ده، عايزه يتعمم في كل السويس.